الوالدين سيدي، وأنا صار عمري 70 سنة يعني. الله يحفظك، ما شاء الله تبارك الله. أدرك الآن حساسية الوالدين لما يكبران في السن. الوالدين لما يكبران في السن يصير شعورهما مرهف جدا، وتؤثر فيهما نغمة الصوت، ليس الكلمة، نغمة الصوت. يعني أبي بتريد شيء، بابا تريد شيء، يعني النبرة هذه يشعر الوالد أو الوالدة إن كان هذا الكلام ديكور ولا هذا الكلام نابع من القلب. فيعني البر الحقيقي قالوا ألا يجعل الولد وأحد والديه يحتاج أن يطلب منه، لأن أصعب شيء على الوالد أو الوالدة في الكبر أن يطلب. ما أصعبها. لذلك البر الحقيقي ألا تجعلهما يطلبان، تسبقهما. أيوة، تسبقهما. يعني أن تفكر أبي ماذا يحب، أمي ماذا تحب، هذه الكلمة لا، هذا التصرف لا، وألا يقدم أحدا عليهما، لا زوجة ولا ولدا. يعني أغلب اللي ينازعان الوالدين هما الزوجة والأولاد. فالإنسان عليه أن يحرص وأن يوازن. ليس معنى هذا أن يظلم زوجه أو يظلم أولاده، لا، لكن لا يبدي. يعني يجب أن يعرف كل العائلة أن الوالدين أو أحدهما قبل كل شيء. ومعلوم كما تفضلت الآية الكريمة: إما يبلغن عندك الكبر. عندك، انظر إلى كلمة عندك. الولد لما يكون صغير هو الذي يكون عند والديه، أليس كذلك؟ لكن لما يصير الإنسان كبيرا تنعكس القصة، ويصير الوالد أو الوالدة عند الولد. إما يبلغن عندك الكبر. الكبر معناتها صار ما عاد مثل الأول. موضوع الإنفاق، الأدوية، الذهاب إلى الطبيب، الأكلات التي تحبها النفس. إذا يعني الولد العاقل ما بيخلي أبوه أو أمه يقول والله يا ابني جاي على بالي كذا، لا، هو من بذكائه ومراقبته لله عز وجل: أبي يحب كذا، أمي تحب كذا، فيأتي به من غير طلب، من غير طلب. هذه. وبعدين كما تعلم سيدي، نحن يعني أجرنا في الآخرة أليس كذا؟ إلا البر. البر في الدنيا قبل الآخرة.